وبركاته. النهارده هنبتدي الحلقة الرابعة من برنامج تأسيس على الناصية. هنتكلم عن واحد اسمه مرعي، معانا أصحابه هيتكلموا عن حياته، ومعانا واحد صاحبه. تعرف بيه. أنا الأستاذ شعبان. الأستاذ شعبان منين؟ من عزبة معروف. كنا سمعنا إن في واحد اسمه مرعي بيقعد معاك، وعايزين نعرف إيه قصته. بص يا باشا، مرعي ده في البداية كده شخصية معفنة، وبدايته في العفانة يعني بص، كنا طالعين عند الولية أم محمود، كنا طالعين نستعشى، فوقفنا على باب الشقة، فأنا قلعت الشبشب بتاع حضرتك، ومرعي بيقول لي أنا أخش بالكوتشي. قلت له ليه يا مرعي؟ لقيت حضرتك. قلت له في يا مرعي؟ قال لي عشان متعور في رجلي. قلت له لا يا مرعي ما ينفعش، أمي لسه ماسحة الصالة ولازم تخش لازم تقلع الكوتشي. حضرتك هو قلع الكوتشي، واستغفر الله العظيم يا رب، ما حسيناش بحاجة بعدها. حضرتك لقينا حضرتك الدكتور فوقت أنا، هو الدكتور بيفوقني، بيرش عليا حضرتك كيس ريحة، وبيقولوا لي اصحى انت اغمى عليك، مرعي من ريحة رجل مرعي. فأنا حضرتك من ساعتها وأنا ما أعرفش عنه حاجة، وخلاص حضرتك يعني بعدت عنه. حضرتك. والاستفادة الأكتر يعني ممكن الأستاذ خليل. فين الأستاذ خليل؟ أهو حضرتك الأسمر اللي قاعدين هنا. أستاذ خليل، السلام عليكم. نتعرف بيك؟ مش قايل لك اسمي هناك؟ ما أيوه نتعرف بيك أكتر يعني. خليل، السن 28 سنة، مواليد 98. منين؟ هو مش قايل لك هناك؟ لا. عزبة معروف. كنا سمعنا إن في واحد اسمه مرعي بيقعد معاكوا على الناصية، كنا عايزين نعرف قصته إيه؟ مرعي معفن؟ هو بص، هو مرعي ده أصلا كان زبال، حتى تبص على شعره ما تعرفش تلمسه، لا مؤاخذة كده يا باشا، بيشكك. مكهرب يا اسطى، مكهرب. شعره مكهرب. هو اصلا قبل ما يبقى زبال كان بتاع عيش على عربيه، لا مؤاخذة كهرب. مؤاخذة. عايز ايه تاني؟ ما ايوه هي قصته بقى. احكي لنا موقف حصل معاك مثلا مرعي. ممكن اقول لك الستايل بتاعه. الستايل بتاعه ايه هو؟ يعني ايه ستايل؟ اللبس والكده. ماشي. الستايل بتاعه هو بيلبس على طول بناطيل بيشمرها لحد تحت الركب كده، لا مؤاخذة. حتى انا معايا التيشيرت بتاعه اهو. التيشيرت ده معفن بتاعه اهو، مصور. ادي التيشيرت بتاع مرعي بنصوره قدام حضراتكم عشان تعرفوا ستايله. بيلبس لا مؤاخذة توكة في دماغه تخلي قورته أكبر من قورة نانا، لا مؤاخذة. يا اسطى بتمسكها اسمها بعدين. ماشي. لو هتذكر بعد كده اذكر أول حرف بس. حاضر. خلي قورته أكبر من قورة واحد صاحبي، أول حرف من اسمه نانا بس. ماشي. ومش هنقول اكتر من كده. وهو اصلا ممكن اقول لك حاجه بقى ما كناش عايزين نقولها، استفادك فيها اكتر. عم اسامه هو كان عضو في أطرس الثوراجي. أطرس الثوراجي ده مرعي بينتمي ليه؟ ماشي. ومعانا الاستاذ اسامه. السلام عليكم، احنا برنامج تأسيس على الناصية. كنا سمعنا ان انت بتنتمي لألتراس الثوراجي تبع مرعي، الكلام ده صح؟ عايز ايه؟ ان انت بتنتمي لأطرس الثوراجي. بص حضرتك، هو الكابل بتاعنا اسمه قاعد جنبه ماشي. هو حضرتك حكاية مرعي كلها في دي اسمها أرتس يا اسطى، بعد اذنك. أرترس. يعني ايه أرترس؟ يعني بعد اذنك يا استاذ، مش تفهم اكتر مننا. انا كنت كابون وفاهم. يعني ايه أرترس؟
يعني ايه ارتراس؟ ارترس يعني المهم- احنا كلنا ارترس في بعض. المهم يعني ارتراس. بص ارتراس هو كان ارتراس ايه؟ ارتراس اسمه ايه؟ ارتراس اسمه حركة ارتراس. انا بص حضرتك هو كان ايه؟ كان حكايته كلها بيشتغل على، كان شغال على عربية كارو. ها؟ عربية كارو بتاعت عيش. حضرتك كان يعني بيلف، لا مؤاخذة بيلف بالعربية من الساعة ايه؟ 9 لحد الساعة 12 الظهر. ويقوم طالع لابس الطقم بتاعه المعفن، ويقوم واخد علم مصر ويقوم نازل ميدان التحرير. معرفش بقى كان بيعمل ايه. تسأل في الحوار ده الاسطى. السلام عليكم، اتعرف بيك. ذكي. حضرتك انا سمعت ان انت كابون الترا الثوراجي، الكلام ده صح؟ انا مش كبو، انا كبون بتاعهم. انت كابون؟ ايه؟ انت عايزينك تحكي لنا مرعي بيعمل معاكوا ايه في الترا الثوراجي ده؟ لسه يا باشا مرعي كان عضو حلقة، كنت شوية أذكر اسمها ولا عمري أذكر اسمها، لأن دي حلقة خطيرة جدا. حلقة اسمها مرعيون. انت كنت معاه في الحركه دي؟ دخلني فيها غصب عني، أنا ما كنتش عايز أخشها. جه قال لي معلم ذكي يا أبو نسمة، أنا أصلا معلم اسمها نسمة. ده غير ملك؟ لا ربنا يخليهم بس. قال لي تعالى نخش، بيدونا فلوس واكل وجبات شيبسي وحاجات، بيدونا جوه كده. قلت له فين يا مرعي؟ فين؟ هتوديني فين تجيبني الاكل ده؟ قال لي تعالى بس هنخش بتاع فريق كده، فريق كوره، ونروح نشجعه وكده، وهيدوك وجبه وفلوس. قال لي 10 جنيه ده غير وجبه الكومبو. هو قال لي كده. عشت مع مرعيون لحظات لن أتصورها أحد بعد ذلك. يا باشا كان معفن يا باشا، كان معفن ما يغسلش رجله، كان حاطط باروكة. بص يا باشا، بص أنا بس عشان أنا ورايا راح أجيب أكل البنت ملك. أنا هقول له كلمة واحدة بس، إحنا عايزين نقول له انت بطنتنا من ناصية والناصية بضينت. يعني هو انا عايز اهدي اغنيه عشان نهايه الكلام حضرتك خلاص. انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. انا مش عارف، انا تهت مني، انا مش انا. لا دي معنى ولا الشكل ولا ده انا. انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. لا دي ملامحي ولا شكلي ولا ده انا. ابص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، نشكركم النهارده. قوليلي ايه حكايتي تكونش استاذ زكي وخليل وشعبان من حلقات برنامج تقيس على الناصية، ونشوفكم حلقة جديدة إن شاء الله. ابص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكايتي كنتش